النهاردة هنعمل أكلة شتوية تدفي في الجو ده، طعمه خرافي وسهلة جدا وفيها كمية فيتامينات رهيبة. انزلوا بقى ب3 كوبايات عدس أصفر واغسلوهم كويس لغاية ما يبقى شفاف معاك في حلة بقى على النار، وتكون نار متوسطة. هنحط شوية زيت ومكعب زبدة، وقطعوا بقى بصلة كبيرة جوليان ونزلوهم بقى في الحلة بتاعتنا، وننزلوا عليهم كمان ب5 فصوص من الثوم السلام. شوحوا بقى الكلام ده كله مع بعضه لغايه اما يصفر معاك. بعدها بقى هننزل ب3 جزرات متوسطين شرايح، وكمان حبايه كبيره من البطاطس مكعبات. وخلي بالكم ما تكتروش البطاطس عشان ما تتقلش معاك. وانزلوا عليهم كمان ب3 حبات من الطماطم. شوحوهم كده بقى مع البصل والثوم، يعني يتشوح قيمه 3 دقايق بس. وبعد كده بقى انزلوا عليه بالعدس اللي احنا غسلناه، وقيمه ال3 كوبايات من العدس دي يعني نص كيلو من العدس الاصفر. حطوا الميه بقى لغايه اما تغطوها وبالزياده، وكل ما يحتاج ميه ممكن نزوده شويه. هنسيبه بقى يستوي حوالي تلت ساعه لحد ما كله يطرى معاكي. واول بقى ما يستوي معاكي ممكن نضربه بالهاند بلندر وهو سخن، او نسيبه يبرد ونضربه في الخلاط. هنضربه بقى لغايه اما القوام معاكي يبقى ناعم وكريمي. هنرجع بقى نحطه على النار تاني بس على نار هاديه، وهنجيب بقى طاسه وننزل فيها بشويه زيت ومكعب زبده، وننزله كمان ببصله صغيرة مكعبات، وانزلوا عليها ب3 معالق من الشعرية كبار. شوحوا فيهم بقى كده لغاية اما يبقى اللون ذهبي جميل معاكي. عايزين اللون يبقى الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه ده. هنجيبه بقى وهننزل على العدس وهو سخن. هتعمل طشة كده وريحة رهيبة هتقلب البيت كله بجد من ريحته الجميلة واصلة للجيران. قلبوه كده بقى مع العدس وانزلوا عليه بالتوابل، كمون وفلفل اسود وملح وكمان ورقة ماجي، وانزلوا عليه كمان بكوباية ونص من المية. قلبوا بقى الكلام ده كله وسيبوه يغلي على النار، واول لما هيغلي طبعا هنطفي عليه. هتقولوا لي طب والشعريه؟ الشعريه بتستوي في السخونيه، وطبعا انتوا لو مش حابين الشعريه ممكن تستغنوا عنها خالص، بس البصل اللي احنا قليناها دي اكيد. هاتوا حله بقى صغيره وهنبدا نعمل الصلصه بتاعتنا. انزلوا بقى بشويه زيت وفصين توم مهروسين، وقلبوهم كده بقى لغايه اما يبقى اللون معاكي بامبا او يبدا يحمر معاكي. انزلوا عليهم بقى ب4 معالق كبار من الخل، وده بيدي نكهه وطعم حلو قوي للصلصه. هننزل عليهم بقى بكوبايتين كبار من عصير الطماطم، وانزلوا عليهم كمان بالتوابل ملح وفلفل اسود وكمون. قلبوا بقى الكلام ده كله مع بعضه وسيبوه يتسبك قيمه 5 دقايق ل6 دقايق، وهيكون طبعا على نار عاليه. ومن هنا يا ساده احنا كده خلصنا العدس. هاتوا بقى اي صينيه عندكم وانزلوا بعيش محمص، واحنا هنا حمصناه في الميكروويف عادي، او تقدروا تحمصوه في الفرن. انزلوا عليه بقى بمعلقتين 3 من الصلصه اللي احنا عملناها، وقلبوهم كده بقى مع بعض. انزلوا بقى بشوربة العدس اللذيذة اللي احنا عملناها، ورشوا رش الصلصة بقى كده جميلة على الوش، وزينوها بقى بشوية بقدونس. وكالعادة يا سادة ما تنسوش اللايك الجميل اللي زي قلبه، واعملوا الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تصلوا على النبي.